عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده نعمل مع بعض الكيكه بتاعت الامهات السريعه جدا اللي في الخلاط. مفيش اسهل منها وسريعه جدا، تعمليها بقى في الشتاء الفطار وانتي قاعده كده في ثانيه تعمليها. اجيب بقى معايا هنا الخلاط. هنا دول بيضتين عليهم فانيليا بقى، بودر سايله، اي حاجه عندك. هنزل بيها كده في الخلاط. مفيش اسرع من الكيكه دي وطعمها تحفه. وعندي هنا كوبايه من السكر، الكوبايه اللي هتعايري بيها السكر هي اللي هتعايري بيها الزيت، هتعايري بيها الحليب، الدقيق، كل حاجه نفس الكوبايه اللي هي بتاعه الشاي بتاعتنا العاديه دي. تمام. هحط كده الخلاط واضرب السكر مع البيض الاول ضربه كده. فاي حاجه تحطيها في الخلاط تعودي دايما تحطي الماده السائله الاول من تحت، ما تحطيش البودره او اي حاجه مش سائله تحت، هتلاقيها ما بتلفش معاكي بسهوله في الخلاط. فبتحطي الاول البيض وبعد كده بتروحي نازله عليه بقى بالمكونات او اي سائل اللي عندك، بتنزلي الاول بعد كده بالمكونات بتاعتك الباقيه. نضرب بقى كده مع بعض كويس. بصوا البيض سهل ان الموضوع يضرب في الخلاط كويس بسرعه. زمان كانت ماما بتعمل لنا الكيكه ديت هوا، وكانت بتبقى احلى كيكه بناكلها في عمرنا كله من سهولتها بقى، وماما اللي عاملاها بقى. هنا بقى هنزل بنص كوبايه زيت، حبه حبه تدريجيا، متنزلش بيهم مره واحده. بصي سرسوب كده بنزل بيه وهو الخلاط شغال. بنزل بالبيض، قصدي بالزيت. قد ايه دول؟ كوبايه الا ربع زيت. بصوا تفضلي ضربه كده لحد ما الخليط يفتح معاكي زي ما انت شايفه كده. الفانيليا بقى سايله، حطي بودره، حطي اي حاجه. وادي هنا كوبايه حليب. انزلي بقى بالحليب كله مره واحده. يبقى اتفقنا الكل الكوبايه اللي هنعاير بيها كل حاجه، تعالي بيها الدقيق وكل مكوناتك بنفس الكوبايه اللي عايرتي بيها. هنا بقى عندي كوبايتين ونص من الدقيق عليها، لا دول 3 كوبايات دقيق، عليها كيس بيكنج باودر. وننزل بقى بالخليط زي ما انت شايفه كده وتقلبي. 3 كوبايات دقيق عليهم الخليط وكيس بيكنج باودر. هكتب لك كل المقادير دي في صندوق الوصف عشان تعمليها. بصي في ثانيه، ما خدتش معانا 5 دقايق وكنا خلصنا الكيكه. ممكن بدل اللبن تحطي كوبايه عصير برتقال، عصير تانك اللي هو البودره ده. اي حاجه عايزه تعمليها من مكان اللبن، نشيل اللبن ونحط مكانها الاضافات التانية. بس وطلعي بقى الفرن قبل ما تشتغلي في الكيكه دي، درجه حراره 180 قبل ما تشتغلي في اي حاجه. بس وقلبي بقى. لو لقيتي الخليط سميك معاكي تقيل بنزود شويه لبن. انا زودت شويه لبن عشان الخليط كان تقيل. تحطيها في قلب الخلاط كده، ترجي الخلاط بالمكونات اللي فيه وتروحي حطها. بصوا السمك ازاي، ده سمكه تحفه جدا الكيكه دي. بس ولا خدت معاكي اي وقت، في 5 دقايق كنت مخلصه. هنا الصينيه بتاعتي مبطناها بمعلقه زيت ومعلقه دقيق عشان الكيكه ما تلزقش فيها. بس وتنزلي الخليط بتاعك كده. بعد نص ساعه بختبرها كده بالخله، مبفتحش خالص عليها الفرن نهائي طول مده التسويه. ممكن افتح بعد تلت ساعه افتح عليها. بس بقى واعمليها كده مع كوبايه شاي بلبن ودوقيها. بصي هشه ازاي وجميله وتحفه. جربوها بالطريقه دي وان شاء الله تعجبكم. مش تعملوا الشير والسبسكرايب. باي باي.